الفضائيات قمت بتحميل الدولة مسؤولية الفتنة التي ظهرت في درعا. نعم. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك أنني في البداية كنت أعتقد يعني أن الأجهزة الأمنية تحاول تأجيج الموقف، وهذا كان معتقدي لأنني لم أكن على علم بما يجري في الشارع، لكن فيما بعد علمت بما يجري في الشارع، ولذلك أنا أعتذر عن هذا الخطأ في الكلام. تبين بعد يعني أن سمعت بالسلاح وإطلاق النار وما حدث من قتل، وطبعا يعني ونحن طبعا يعني نحن ربنا يقول فتبينوا شيخ أحمد. احنا تبين فيما بعد يعني التبين كان متأخر، وطبعا يعني الخطأ يحدث من هنا وهنا، ولكن يعني أنا ضد الأمر كله، يعني أنا لا أحب هذا الأمر. الآن عندما تحدثت شيخ أحمد في ما مر من حديثك السابق أنك عندما طلبت التهدئة من الناس وخاصة بعد زيارتك مع الوفد للسيد الرئيس طلبت التهدئة، اتهموك بالخيانة، مدعين أنك فاوضت السلطة باسمهم دون تكليف منهم. لماذا قاموا بذلك؟ هل لأنك كنت تحرض على التظاهر طوال الوقت ثم فاجأت الناس بطلب التهدئة؟ أنا ما فاجأتهم بطلب التهدئة، لأن أنني كنت طلبت التهدئة جمعتين أو ثلاثة قبل زيارتي للسيد الرئيس، وقضية المقبرة يوم قلتم اذهبوا إلى المقبرة ولا تذهبوا إلى المحطة، فكان هذا قبل زيارتي للرئيس، فهم يعرفون أني أطلب إلى التهدئة، والكثيرون منهم قالوا أنت يا شيخ أحمد صمام الأمان في هذا البلد، فكيف يعني أنا ما كنت أدعو للتظاهر قبل الزيارة وبعد الزيارة دعوت إلى التهدئة، لا، أنا كنت أدعو إلى التهدئة قبل الزيارة وبعد الزيارة، ولولا دعوتي للتهدئة ما ذهبت للقاء المسؤولين وحاولت أن أدفع الشر بقدر ما أستطيع. طيب، الذين استمروا بالتخريب وبالتظاهر وبأعمال الفتنة قناعتك وصلتك إلى أي إلى أي مربع؟ يعني هؤلاء أنهم مخربون، لأنهم يعني لم يستمعوا إلى صوت العقل ولم يستمعوا إلى صوت المنطق، وكأنهم يريدون تحقيق شيء معينة أو تحقيق أهداف معينة تخريبية هدفها إيصال البلد إلى المجهول، وهذا ما كنت أقول دائما، نحن الآن نمشي إلى المجهول، نسير إلى المجهول، والمجهول لا يعلمه إلا الله. يعني ألا تعتقد أن هؤلاء ارتبطوا بأجندة خارجية؟ أكيد ارتبطوا، لأنهم لو كانوا يعني يريدون مصلحة بلدهم بالدرجة الأولى ما فعلوا ذلك يعني، وما يعني أججوا هذا الأمر، ولا يعني كان بقي الأمر سلميا. نعم. قبل ذهابكم لمقابلة السيد الرئيس وردتك اتصالات من قبل أشخاص ادعوا أن الدولة ستستغل هذا اللقاء إعلاميا فقط ولن تحقق لكم شيئا، ماذا يمكن أن تجيب؟ نعم، ليلة ذهابنا للسيد الرئيس اتصل بي أحدهم قال أنا رجل إعلامي، قلت نعم، قال يا شيخ أنصحك ألا تذهب، قلت لماذا؟ قال لأنهم سوف يستغلوا ذلك إعلاميا ويقولون جاءوا للتأييد وجاءوا ولم يعني يقولوا أنهم جاءوا لعرض المطالب، وأنتم لا يعني نرجو ألا تخيب آمالنا إذا يعني ذهبتم وبتكون عن هذا التفاف على الثورة في سوريا ومن هذا الكلام من هذا القبيل. قلت له يا أخي دع الأمر، أنا أفكر وأنا الذي أقرر، وطبعا أنا لم أستجب لكلامه وذهبت في اليوم التالي مع الوفد. قال كلمة أنه هي تسهم في إخماد شيء، قال يعني توقف الثورة إذا أنتم ذهبتم وتوقفتم، سوف يعني هذا يعتبر كأنه التفاف على الثورة لإيقافها. ظهر خلال أحداث درعا مجموعات مسلحة تكفيرية ارتكبوا أفعالا مشينة مثل قتل بعض عناصر الأمن والتمثيل بجثثهم والهجوم على المساكن العسكرية بقصد خطف النساء وسبي النساء، يعني بالتعبير الصريح، وترويع الأطفال في طفس والصنمين وصيدا، وإطلاق النار على المتظاهرين والأمن بقصد تصعيد أعمال العنف. ما رأيك يا شيخ أحمد؟ أنا أشجب هذا وأستنكر هذا ولا أرضى به، لأن النساء نساءنا والأطفال أطفالنا، ولا يجوز أن يسيء أحد إليهم أو أن يروعهم، ولذلك كذلك هذا الأمر يخالف النصوص الشرعية. هناك اتصال هاتفي أجري من منزلك شيخ أحمد، معلش نحن باعتبار في جلسة صراحة.
من قبل شخص يدعى أبو مياد. نعم. مع شخص يدعى أبو عبادة. نعم. يتفق معه على إحضار أسلحة من منطقة النبك. وضح لنا الموضوع لو سمحت. والله أنا لا علم لي بهذا الموضوع إلا اليوم. أخبروني بأن شخص اسمه أبو مياد اتصل من بيتي برجل اسمه أبو عبادة، لكن ابني أكد هذا، قال نعم أنا أخذوا مني اللاسلكي واتصل، أنا كنت ذاهب للوضوء هنا، أخبروني بهذا. أبو مياد هو من أقاربي. ما اسمه أبو؟ اسمه محمد عطا الله الصياصنة. اسم أبو مياد؟ لا، اسم ابن مياد. إيه أبو مياد ما اسمه؟ محمد عطا الله الصياصنة. نعم. أيوة، هذا الرجل اتصل في غفلة وأنا لا أعرف ولا أدري إن كان قد اتصل، إلا اليوم فقط علمت أنه قد اتصل. يعني ما كنت موجود في الغرفة لما لا، كنت راح أتوضأ. من خلال الاتصال الذي وردك من محمد سرور زين العابدين. نعم. وهو ملاحق هربان خارج القطر، هو من العناصر التي قتلت في فتنة الإخوان المسلمين، وهو من الإخوان المسلمون. أنت تعلم عنه جيدا هذا الرجل؟ ولا أعرف عنه شيء. أنا هذه هي أول مرة يتصل بي ويعرفني على نفسه. من خلال الاتصال الذي وردك من محمد سرور زين العابدين، لوحظ أنه كان يتحدث معك بصيغة الأمر. نعم. وأنك طلبت منه دعم المحافظات الأخرى، مما يعني تقدم في الاتصال الأول. كيف تفسر لنا ذلك، ولماذا حرضت على التظاهر في المحافظات الأخرى؟ طيب، يبدو أن الرجل عندما كان يأمر كان يريد أن يقول للناس الذين حوله أو يقنعهم أنه هو الذي يحرك الأمور في سوريا. شيخ أحمد، أدليت بتصاريح على بعض الفضائيات نفيت بها وجود مسلحين بدرعا. نعم. وحملت السلطات الأمنية المسؤولية عما يحصل في درعا، واتهمت الإعلام السوري بالكذب. نعم. ماذا تقول؟ نعم، حدث هذا، أنا قلت هذا الكلام، قبل أن يكون لدي علم بأن هناك سلاح وأن هناك مسلحين، لكن عندما علمت بالأمر وحقيقة الأمر تغير الموقف. يعني أنت وضعت الحق على الدولة قبل أن تتبين أنه هنالك، قبل أن أتبين، عناصر مسلحة وعصابات مسلحة. نعم نعم. وتعيث فسادا في المحافظة. نعم. طيب، سبق أن أدليت بتصريح لإذاعة مونت كارلو قلت فيه إن الحرية تؤخذ ولا تعطى، وأنها بحاجة إلى تعب ودم. نعم. تعب ودم. ألا يعتبر ذلك تحريضا على إراقة الدماء شيخ أحمد؟ وما كان في نيتي التحريض، وأنا ما كنت أقصد، أنا كنت منفعلا ومنزعجا فقلت هذا من نتيجة الانفعال، والإنسان خطاء، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. وأنت لا تؤمن بأن يكون هنالك سلاح يتقاتل به أبناء الأسرة الواحدة في سوريا؟ أنا قلت وأقول وسأظل أقول إن الاقتتال خيانة، هذا أقول وقلتها على المنبر، الاقتتال خيانة، والقتال قتال العدو شرف. أنا أقول القتال لا يجوز إلا أن يكون مع العدو الإسرائيلي فقط، أما نحن أبناء البلد الواحد لا يجوز لنا أن نقتتل فيما بيننا، لأن هذه فتنة، والفتنة نهى عنها الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. شيخ أحمد، هل اتصل بك الشيخ يوسف القرضاوي؟ لا، لم يتصل، لكن هذا محمد سرور زين العابدين اتصل بي وقال إنه سوف يتصل بك بعد قليل، ولكن لم يحدث أي اتصال بيني وبينه، الرجل لم يتصل بي. ألم يكن هنالك فلتان أمني؟ كان في فلتان، وكان في أجندة خارجية تعمل وتخطط لتخريب البلد، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مزالق السوء. شيخ أحمد، الفلتان الأمني كان مقدمة لشيء آخر، ما هو؟ تخريب البلد. تخريب البلد. نعم. إذن استدعى ذلك ماذا؟ دخول الجيش. استدعى ذلك دخول الجيش لحماية الناس ولحماية البلد من هذه الفتنة التي تعصف بالبلد. ونحن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هكذا كان يقول رسول الله في كل يوم، في كل صباح وفي كل مساء. شيخ أحمد، أريد يعني توضيح عن موضوع المعلومات التي وردتك عن قيام أحد الأشخاص بإطلاق النار على الجيش من بندقية كلاشينكوف روسية.
أحدهم اتصل وقال إن واحدا يقف عند الكرك ويطلق النار على الجيش. قلت لماذا تقول لي ذلك؟ قال يعني اذهب واصعد إلى السطوح لترى. قلت يا أخي أنا لا بصعد ولا بنزل يعني أخبرتني أو لم تخبرني، ما الذي إن هذا لا يغير في الأمر شيء، وأنا لا علاقة لي بها، أنا يعني ضد العنف. يعني هنالك من أفاد لك بأن هنالك شخصا يطلق النار على عن منطقة دار المسالمة، يطلق على الجيش. على الجيش، نعم. إذن يعني تبين لك أن هنالك أشخاص مخربون يحملون السلاح ويطلقون على الجيش. نعم. تبين لك ذلك؟ تبين من خلال هذا الاتصال الذي ورد. شيخ أحمد، شهود عيان بين قوسين خرجوا على المحطات الفضائية التي انضوت ضمن هذه المؤامرة وقالوا هنالك قصف من الجيش، هنالك حصار غذائي، هنالك يعني تضييق على الناس، ماذا تقول؟ الشهادات مبالغ فيها، وهذا مخالف لقول الرسول إذا رأيت كالشمس فاشهد وإلا فدع. الإنسان إذا أراد أن يشهد أو أن يتكلم فليكن كلامه موثقا، وليكن كلامه صحيحا مبنيا على أسس. أما بالنسبة للقصف لم يكن هناك قصف، وإنما كان هناك تبادل إطلاق نار بين المسلحين وبين أفراد الجيش والأمن. أمر آخر بالنسبة للمواد الغذائية، المواد الغذائية كانت موجودة والحمد لله لم يكن هناك نقص، ويعني لم يكن هناك حصار كما يقولون، وإنما الحمد لله الأزمة مضت بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي هذا البلد مزالق السوء. شيخ أحمد، في نهاية لقائنا بعد الذي جرى وبعد الذي حصل، ماذا نقول عن هذه الفتنة وهذه المؤامرة، وماذا نقول لشبابنا؟ نقول إنها فتنة، والفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، هكذا قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول كان يستعيذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وقال ستكون فتن كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيرانه. لذلك نحن ضد الفتنة، لأن الفتنة لا تخدم البلد ولا تخدم أحد، وإنما هي تخدم العدو الإسرائيلي وتخدم أمريكا، تخدم العدو الإسرائيلي الذي يتربص بنا الدوائر ويريد أن يقضي علينا وعلى وجودنا، ويريد أن يضعفنا ويقسمنا ويجزئنا، وهذا أمر لا نرضاه أبدا. أقول لشبابنا تعقلوا، أقول لشبابنا كونوا منطقيين وكونوا حضاريين، اتقوا الله في هذا البلد. وأقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق سوريا وأن يبارك في شعبها وأن يسدد خطاها وأن يعيد شبابها إلى حظيرة الحق والعدل والرشاد. أعزائي المشاهدين، أشكر الشيخ أحمد الصياصنة، إمام وخطيب الجامع العمري بدرعا. شكرا شيخ أحمد. شكرا.